اهلا بكل متابعين ابولو ليج. اللي بيسمعني زملكاوي بتشجع الزمالك، راجل محترم وفوق راسي. لو انا جيت شتمتك بوالدك، بوالدتك، بزوجتك، باختك، باهلك، هيكون رد فعلك ايه؟ بسألك سؤال، جيت انا شتمتك باهلك، هيكون رد فعلك ايه؟ ازاي تدي؟ طبعا كلامي للبهوات اللي كانوا موجودين امبارح من ضمن الجماهير اللي كانت بتشجع نادي الزمالك في الماتش بتاع الافتتاح الدوري العام مع سيراميكا. ازاي تدي نفسك حق ان انت تسب اي حد ربنا خلقه ويبقى في رقبتك طوق يوم القيامة هتقف قدام ربنا وقدام البني آدم اللي مش قادر ياخد حق وقت ما انت سبيته ولعنته من بأهله وبابوه وبأمه باللي جابوه باللي خلفوه بمراته ويعني وتذكر عرضه ليه؟ ده كله انت كده راجل؟ انت كده رجولة؟ انت كده هتخلي النادي بتاعك يكسب الدوري العام، او هتخلي النادي بتاعك يبقى من كبار الانديه موجوده في مصر وموجوده في افريقيا، وهتحقق بطولات. هتحقق الكلام ده كله بعدم الاخلاق، بلسانك الطويل، بعدم التربيه، بان كل واحد عامل محتوى يطلع يقول ان انت بني ادم مش محترم، ان انت ابوك وامك في بيتك اللي مالهمش ذنب ان احنا دلوقتي نذكرهم ويقولوا ان هم ما عرفوش او قصروا في تربيتك. ليه بتسب اي حد؟ ليه؟ عشان ساب النادي بتاعك وراح نادي تاني منافس؟ ما هو انت لو انت بتفهم وربنا مديك عقل زي البني ادمين مش البهايم، تعرف ان اللعيبه بتمشي من النادي من عندك بسبب النادي بتاعك، مش بسبب اللعيبه اللي بتمشي. انت نفسك يلي شتمت امبارح زيزو في الماتش وجبت سيره عرضه وسيره مراته وسيره عيلته وابوه وامه، لو موجود مكان زيزو في نادي الزمالك وحصل معاك اللي حصل ده او ربعه، اقسم بالله لا هتعمل اكتر من كده عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر تاخد حقك من نادي مش عايز يدي له حقه. انت نفسك فكر كده بينك وبين نفسك يا اللي امبارح شتمت وسبيت واحد ما عملكش حاجه. فكر كده هتلاقي نفسك انت اللي مش محترم، انت اللي مش متربي، انت اللي تستحق كل الالفاظ اللي قلتها امبارح. كلمتين حبيت اقولهم لشويه حرام ان اقول عليهم بني ادمين، شويه الكائنات اللي لا تصنف، لان الحيوانات برضه ما بتعملش كده. كلامي بقى لزيزو، تبقى غلطان لو سكت. انت تحت ايدك فيديوهات، تحت ايدك صور، تحت ايدك في ناس صورت لك بتليفوناتها وشوش الناس ديت، وسهل جدا الامن يجيبهم، تمام؟ تطلع بيها على النيابه العامه، تطلع بيها على النائب العام، ولازم يبقى في ظهرك اداره النادي الاهلي، وانا واثق ان اداره النادي الاهلي مش هتسكت، لان دي اسوأ ما وصلنا ليه في الرياضه، لان ما بقتش رياضه، هي بقتش رياضه، دي بقت دوره في شارع، في مركز شباب، في منطقه نائيه. ده مش دوري معمول في دوله محترمه.
لازم يا زيزو تطلع على النيابه العامه وتقدم الفيديوهات اللي عندك والبني ادمين دي تيجي وتتحاسب عشان يبقوا عبره. النادي الاهلي اكيد مش هيسكت، اكيد هيعمل شكاوى للجنه الانضباط وهيعمل شكاوى للنائب العام وهيعمل شكاوى في النادي الزمالك وفي جماهير النادي الزمالك. هي دي اسوأ ما وصلنا ليه من اخلاق منحطه. اسوأ درجات سوء السلوك. طبعا انا فاهم وعارف ان الكلام اللي انا بقوله ده في ناس كتير هتسمعه وزي ما دخل زي ما خرج. احب اقول لك يلي مش فارق معاك كلامي، انك لو اتشتمت الشتيمه اللي اتقالت امبارح واتسبيت السباب دي كلها، مش عارف اقول لك ايه يعني. انت مش هتعرف تعيش. ازاي انا اذكر مراتك ولا اذكر امك ولا اذكر ابوك بكل الشتايم ديت والقذاره ديت وانت هتفضل على حالتك؟ شوف حاله اللعيب عمل لك ايه. عمل لك ايه زيزو؟ ساب نادي الزمالك وراح النادي الاهلي عشان النادي الاهلي عارف قيمه كل لعيب، بيدي الحقوق للعيبه، عارف الواجبات اللي عليه، نادي ملتزم. انت بتلوم اللعيب انه بيدور على استقراره؟ لعيب مش عارف ياخد 82 مليون جنيه من النادي اللي بيلعب ليه دي، يعني هيعمل ايه؟ لعيب مش واخد حقه يدور على حقه زي ما كلنا بندور على حقوقنا في مجال شغلنا. كده اجرم؟ كده يبقى ابوه وامه ومراته ليه؟ تقبل انت تقبل مراتك تتجبز سيرتها بالشكل ده؟ تقبل ان ابوك وامك يتسبوا كده؟ تقبل ان حد يقول عليك على الاقل مش متربي؟ فين نادي الزمالك من اللي بيحصل ده؟ مش موجود. ما شفناش خالد الغندور طلع يتكلم يعني، ولا شفنا احمد حسام ميدو طلع يتكلم، ولا ايمن يونس طلع يتكلم، ولا جمال عبد الحميد طلع يتكلم. محدش طلع من الناس اللي بتيجي تقعد تطلع على التلفزيونات وتصدعنا دي بكلام ملوش اي لازمه ولا داعي. نيجي بقى في المهم ده، لو كل واحد من دول طلع وقال 3-4 دقايق للناس الجماهير بتاعتهم تبقى قدمت رساله قدام ربنا، تبقى انت عملت عمل طيب، علمت واحد مش متربي التربيه. هي دي رساله الرياضه، هي دي رساله الرياضه. انا طالع النهارده بتكلم في الجزئيه دي عشان انا يوم القيامه لما اقف قدام ربنا هقول انا لما شفت حاجه حاولت ان انا اعدلها بفيديو انا عملته. انت لما تلاقي منكر حاول تغيره، والحديث واضح وكلنا حافظينه في الحته دي عشان ما اخشش بس في حته دينيه. حاولت تغيره باللي انا طالع اقوله ده. عيب عيب ما تجيبش لاهلك اللي ربوك كلام مش لطيف، ما يستاهلوش ده. خليك راجل محترم. طبعا لو حصل عقوبه، ده لو حصل عقوبه يعني على نادي الزمالك هيبقى اخرها ايه؟ 100,000 جنيه. لا الزمالك دفع الغرامات اللي فاتت ولا هيدفع الغرامات اللي جايه. لا الزمالك بيدفع الفلوس اللي عليه لاتحاد الكوره ولا هيدفع الفلوس اللي هتتحط عليه ملايين. لما يتحط 100,000 يعني هتبقى حكايه ولا اي حاجه. يا جماعه المشكله في اداره نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك هي اللي فيها مشكله، ومشكله كبيره، حاطه نفسها في الحضيض. لازم تبدا اساسيات الاخلاق عشان تبقى في الاخر رياضه.
نيجي للتحكيم اللي برضه بادئ بأسوأ ما يمكن في الدوري السنة دي، وبرضه في نفس الماتش، ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا. حكم محمود البنا. المفروض انت شفت وسمعت الجماهير مستمرة في سباب لاعب، ايا كان اللاعب موجود في الملعب او مش موجود. انت راجل بتحكم مباراة رياضية، يبقى انت لازم تبقى على قد الشجاعة انك تصفر وتوقف المباراة لغاية المهزلة دي ما تنتهي. انما ده ما حصلش، ولا كأنك موجود في الملعب. امال انت حكم ايه؟ بتحكم ايه؟ بتحكم ايه يا محمود يا بنا؟ الواحد نفسه يطلع يتكلم بالحرقة دي على موقف شجاع لحد في التحكيم. يعني انت لو عملت امبارح موقف شجاع ووقفت المباراة لغاية المهزلة دي ما كانت تقف، لا اما المباراة ما تتمش. انما انت مش على الموقف ده. كنا طلعنا كلنا اشدنا بيك، كنت هتبقى ايقونة ان انت عملت الموقف ده في الدوري المصري في ماتش افتتاحي للدوري المصري. انما مفيش الكلام ده. اللي بيحصل ده مهزلة في الاخلاق. احمد الغندور كان موجود حكم للفيديو. شفنا امبارح حالتين طرد للعيبه زملكاويه. اللعيب الاولاني نبيل دونجا عنده انذار وعمل لعبه تستحق طرد مباشر، وكان محمود البنا على بعد 3 ياردات منه وشايفها صراحه، ومع ذلك لا ادى انذار تاني ولا طرد، وهي تستحق طرد مباشر. اللعبه تستحق طرد مباشر، وكله يخش يبص ويراجع اللعبه. طرد مباشر وما اتطردش، اداها فاول. وطبعا الغندور على الفار على الفيديو ولكنه موجود. اكيد لازم ده يحصل. اعكس بقى اللعبه وخلي اللعبه ديت بتاعت دونجا دي لاي لعيب من لعيبه السيراميكا. طرد مباشر على طول، كنا هنشوف الكارت الاحمر طالع منور. ادي اول حاجه. تاني حاله محمود بنتاج برضو يستحق في لعبه داخل بالاستلابزات في اللاعب، والقانون بيقول لك في الحاله دي طرد مباشر، برضو ولا كأنه موجود وادى فاول عادي. فين التحكيم؟ هو ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ احنا اللي بنشوفه ده مش مهزله ده، يعني انا مش عارف اقول ايه، وانا مش عايز اقول اي الفاظ. احنا طالعين بنتكلم على الاخلاق. يعني اللي احنا بنشوفه ده دي مش قذاره، دي قذاره بتاعه القذاره. ونطلع نقول نادي الزمالك. طب ما هو نادي الزمالك، اصل نادي الزمالك مضطهد، نادي الزمالك مش مدعوم. امال ايه اللي بيحصل ده؟ يعني حالتين طرد في ماتش واحد ل2 لعيبه. خلاص، ما كل اللعيبه بقت فاهمه وعارفه ان انا اقصى حاجه اخد ايه يعني؟ فاول. اعمل اي حاجه في الملعب. الطريقه دي مخليه الحكام والتحكيم المصري بينزل تصنيف لغايه ما بقى تحت الارض في السماء السبعه. فين تصنيف الحكام المصريين؟ هل اللي بيحصل ده في مصلحه التحكيم دوليا؟ هل هنشوف الفتره الجايه اي حكم راح كاس العالم افريقيا؟ خالص. اخرك خالص في الدوري المصري، محطوط في الدوري. هتحكم التحكيم في الدوري المصري؟ مفيش طموح، مفيش راس مفكره خالص عشان تخدم نادي او تجامل نادي، تضيع منظومه بحالها. قرارات محمود البنا واحمد الغندور امبارح كلها خاطئه. اللي حد بيفهم كوره يطلع يقول لي ان انا كلامي غلط،
ويجيب الحالتين، يطلع يقول لي يا محمد انت كلامك غلط. اهو ماتش الاهلي بعيد عنه خالص، وانا راجل اهلاوي، بس اللي انا شفته امبارح في ماتش الزمالك والسيراميكا كل قرارات التحكيم غلط، وكلها في خدمه النادي الزمالك وبلا انيه. بالشكل ده يا زملكاويه انتوا برضو مش هتاخدوا بطولة الدوري. بالشكل ده انتوا برضو مش هتاخدوا بطولة الدوري، لان الدوري ما بيتاخدش بالدراع، بيتاخد بالمجهود، بيتاخد بالفكر، بيتاخد باللعب، بيتاخد بالاحترام والاخلاق، ما بيتاخدش بالشكل ده. خلينا ماشيين معاكم لغاية اخر الموسم ده ونشوف ترتيب الزمالك فين، وهو برضه مدعوم بالتحكيم. مش هتتحل المشكله كده بالاداره السيئه دي بتاعت نادي الزمالك وبالتحكيم الفاسد ده، مفيش حاجه خالص هتتحل. هتفضلوا انتوا زي ما انتوا كده. اشوفكم في فيديو قادم قريبا.